خلصنا الاوردر. ده الجلاش، ده محشي كرنب، دي طبعا المكرونه البشاميل، ودي ملوخيه، وده ملوخيه، ده عصفور، دي الكبده، وده طبعا البتنجان المخلل بألف هنا والشفا على الاوردر. دي الفراخ بألف هنا والشفا. طبعا الكاميرا ظالمه الحقيقه. وده الشيش، ودي ورق العنب، وطبعا البتنجان والملوخيه، ودي المكرونه البشاميل، وبألف هنا والشفا على قلبه. يلا بقى نعمل البشاميل. انا بحب اعمل البشاميل بزود الدقيق في قلب اللبن، بحط معلقه النشا بتخليه كريمي تحفه. بس العميل المره اللي فاتت قال لي لا انا عايز البشاميل محمر الدقيق في السمنه، او هو يعني لما انا عملت الفيديو افتكر ان انا عملته جبت اللي هو البشاميل الجاهز. فطبعا الفيديو هينزل بعد الاكل، فده رايح لكذا حد يعني، فنشوف هيفرق معاه وهيستغربوا ان طعم البشاميل اتغير ولا. بس انا عامه بحبه اللي هو يعني مش ني بيبقى كريمي كده. اما البشاميل اللي بيتقلب في الدقيق وتحط له قشطه وبحط له زبده مش سمنه. الني ده انا بحط له حته زبده ماشي. اما نبدا نشم ريحه الدقيق، هنا هي الكاميرا مبينه ان الدقيق بدا يتحمص، لا هو الدقيق خد لون. ننزل بمعلقه النشا والمضرب السيليكون كده عشان مش هينفع نحمرها، وهننزل باللبن. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله. هنا خلاص طفيت على البشاميل بعد الشفا. انزل بقى بمعلقه قشطه بلدي كده حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما تطفي تديله قوام، بتخليه كريمي قوي وبتخليه طعمه تحفه. بس بقى ده متلجه انا نسيت اطلعها. واقلب بقى في كده لما تدوب القشطه كلها. دي بقى المكرونه هدخلها الفرن وبألف هنا والشفا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده خلصت الجلاش والمكرونه البشاميل، هدخلهم بقى الفرن ونشوف هنعمل ايه تاني. هنا بقى دي كانت فرخه صينيه انا متبلاها قبلها بيوم. التتبيله دي ريحتها حلوه قوي، انا فتحت العلبه ريحتها حلوه قوي بألف هنا والشفا. وده شيش طاووق، بحب ادبله بالفلفل بالبصل بالحاجه اللي هتتعمل معاه يبقى طعمه مختلف طبعا. ودي العصيان. دي الفراخ حطيتها في صينيه وهنغطيها بقى ونحطها في الفرن. دي الشيش عملته. يلا بقى هنا كميه الشيش خلاص اهي بألف هنا والشفا لاصحابها. يلا بقى نسويها على الجريل. وادي المحشي، ده كرنب وده ورق عنب بألف هنا والشفا نسويه يلا. ودي بقى طاسه الكبده بألف هنا والشفا لاصحابها. دي كبده فراخ، دي بتتعمل بسمنه وفلفل اسود وكمون وقرن فلفل وفصين توم كده، بس سمنه بلدي. ألف هنا والشفا.